كيحاول انه يدير البناء. زوج اللاعبين في هذا الرسم التكتيكي ديال المنتخب المغربي وراهم 4 كيغلقوا كل شيء. كما قلت لكم لما المنتخب المكسيكي يمشي على الجوانب فكتكون زياده عدديه للمنتخب المغربي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا اللي من خلاله غادي نهضر على طبعا كأس العالم للشباب. وصلنا الان لدور الثمن ولينا عارفين المسار ديال المنتخب الوطني المغربي مع من غادي نلعبوا، ولا تاهلنا من الثمن مع من غادي نلعبوا في الربع. يعني رسميا ولينا عارفين كل مواجهات ثمن النهائي. في هذا الفيديو هذا غادي نهضر كذلك على المقابله اللي كانت اخيرا تاع المنتخب المغربي واللي المنتخب المغربي انهزم. كان تضارب في الاراء، فبزاف من الناس قالوا علاش نخسروا، علاش بدلنا التشكيله. ايضا فئه قالت بان ما كتهمش الخساره. وانا كنشوف هاد التشكيله هذه كما كتشوفوا ديال المنتخب الوطني الاساسيه باش تخدمك الظروف كما خدمت المنتخب المغربي في كأس العالم وتفوز على اسبانيا وكذلك على البرازيل وتضمن رسميا الصداره مهما كانت النتيجه ديال المقابله الاخيره، وما تغيرش وما تكسبش لاعبين وما تعطيش واحد لو طون دو جو بزاف ديال اللاعبين اخرين، وتكتشف لاعبين اللي غادي يعاونوك. لان كأس العالم وخروج المغلوب يقدر تمشي المقابله الاشواط الاضافيه، تقدر تمشي لضربات الجزاء. فاحنا محتاجين ماشي غير 11 لاعب، غادي نكونوا محتاجين 21 لاعب. السي محمد وهبي بدل كل اللاعبين، 9 ديال اللاعبين هما اللي ممكن اننا نبدلوهم. لو كانت 11 لاعب فكما كتعرفوا لا ليست فيها فقط 21 لاعب، كيتبدلوا 9 وضروري ما يكونوا حاضرين. السي محمد وهبي وفي هذه المقابله اللي لعبنا ضد المكسيك، والمكسيك ماشي سهله. المكسيك سبق لها انها كانت بطله الاولمبياد في لندن 2012، كذلك برونزيه طوكيو 2020. في الايديسات زوج ديال المرات كتاخذ كأس العالم في 2005 وكذلك 2011. قل من 20 سنه. احسن انجاز للمنتخب المكسيكي كان هو الرتبه الثالثه في 2019 كنظن في كولومبيا. المكسيك ماشي سهله خاصه في هذه الفئات الصغرى. المنتخب المغربي غير 9 ديال اللاعبين. طبيعه الحال ملي يكون عندك مثلا خليفي كما كنشوفوا هنا عنده صفرة، الزهواني عنده صفرة، علاش ما تغيرهمش؟ علاش غادي انت تغامر بهم وتخليهم يلعبوا ولا قدر الله الا خداو بطاقه صفراء ضد منتخب المكسيك؟ فهذا كيعني بانهم ما غاديش يلعبوا المقابله المهمه ضد كوريا في خروج المغلوب في ثمن النهائي. فالمدرب غير كل اللاعبين كما كتشوفوا. بن شاوش غادي يخرج وغادي يدخل مكانه غوميز حارس ديال مارسيليا، وغادي نشوفوا الاداء ديالو كيفاش كان. هنا المدرب اختار انه يزيد يعطي فرصه لعلي معمر باش يلعب، وغادي نشوفوا الاداء ديالو. باعوف غادي يخرج وغادي يدخل محمد ماجني. بختي اسماعيل غادي يخرج وغادي يدخل في المكان ديالو لاعب محسوب، لاعب ديال الاتحاد الاسلامي الوجدي. والزهواني بالبطاقه الصفراء اللي عنده فغادي يخرج وغادي يدخل اللاعب الكبداني محمد. كذلك حسام الصادق اللي هو العميد غادي يخرج وغادي يلعب في المكان ديالو بيار نعيم بهذه الطريقه. والخليفي كذلك بالبطاقه ديالو غادي يخرج وغادي يدخل اللاعب اللي هو عنده بطاقه ولكن هو ماشي اساسي، لاعب تاجوارت انس. سعد الحداد بقى المدرب ربما بغى يعطيه فرصه، وشفنا بان بكل صراحه سعد الحداد مازال ماشي هو سعد الحداد اللي نعرفوه. كذلك مع عثمان الهجوم الاساسي كله خرج، عوضو الحموني. كذلك جسيم غادي يخرج ويدخل مكانه بومسعود، والزابري غادي يخرج ويدخل في المكان ديالو اللاعب البحراوي يونس. فهذه هي التشكيله اللي لعب بها المنتخب الوطني. اذا هذه هي التشكيله ديال المنتخب المغربي وغادي نشوفوا الاداء ديال كل لاعب. صراحه غادي نبدا بتقييم اللاعبين. ابراهيم غوميز حارس رائع. ها رحنا اكتشفنا حارس اخر، حارس اللي الان واجد لا قدر الله الا الحارس الاساسي ربما توقع له شي حاجه، فكيكون واحد الحارس اللي واجد ولعب 90 دقيقه وكان جيد. عاده كنقولها في واحد المره غادي نشوفوها عن طريق الفيديو والتحليل ديال الفيديو. في الهدف ما شتتش الكره بطريقه جيده. محمد ماجني ايضا مدافع تقاتل صراحه، قتال كما كنقولوا، لا هو لا محسوب. غادي نشوفوا اللقطات ديالهم كذلك. مدافعين رائعين واجدين يلعبوا في اي لحظه حتى مع الاساسيين ويحرجوا الاساسيين. فصراحه
بدون اخطاء. عاد ماجني ربما محمد ماجني اللي زوج ديال المرات ما تموضعش بطريقه جيده غادي نشوفوها. معمر علي الشوط الاول كان جيد، الشوط الثاني تعصب، فقد لي كاليتي ديالو اللي هو معروف بهم. ظاهر ايسر كان كبداني محمد حتى هو يعني ما شاء الله ادى اللي عليه. في الوسط كان تاجوارت انس اللي عنده بطاقه صفراء، وكان بيار نعيم. بيار نعيم تقاتل، كذلك تاجوارت دار خطا نتاع الهدف، طلع يدو، كان ربما خصو يدو تكون هابطه ولكن ماشي مشكل. تاجوارت وكاع لاعبي المنتخب مازال صغار ومازال يتعلموا، وهاد الاخطاء اللي اليوم اي لاعب دار شي خطا في هذه المقابله اللي هي ماشي مصيريه، ثقوا بيا غادي في دور الثمن النهائي غادي يكونوا واجدين 100% وغادي يتجنبوا كل هاد الاخطاء. سعد الحداد اللي قلت لكم لاعب كيعطي اللي عليه، ولكن مازال ماشي هو سعد الحداد اللي كنعرفوا. محمد الحموني صراحه ماشي هو محمد الحموني اللي عرفناه في الايديسات، مازال ما عطاش، والمدرب عول عليه لانه دخلو ضد البرازيل واليوم عطاه 90 دقيقه كامله، ولكن محمد الحموني بعيد على الاداء ديالو اللي كنعرفوه. في الجهه اليسرى كان اللاعب بومسعودي اللي معروف عليه انه لما يكون حصياته كيدخل كيعطي اللي عليه. اليوم تقاتل في هذه المقابله ضد المكسيك ولكن ما كانش جيد. كذلك البحراوي يونس المهاجم اللي لعب دار اللي عليه حتى هو. فبدون اطاله نمشيو نشوفوا تحليل الفيديو باش نشوفوا كل لاعب الاداء ديالو، وكذلك نشوفوا المغرب كيفاش لعب، كيفاش دافع، كيفاش هاجم، وايضا منتخب المكسيك كيفاش لعب. غادي نبدا باش نشوفوا الان النوايا ديال المنتخب المكسيكي بدات من هذه اللحظه. شوف اللاعب كيطلع عينو، كيراقب اللاعب وسط الميدان اللي هو تاجوارت، ما كيخليهش يخرج باش ياخذ الكره. شوف الضغط ديال المنتخب المكسيكي، ضغط عالي كيخلي المنتخب المغربي يرتبك. وملي ما يكونوش عندك حسام الصادق واللاعبين الاساسيين اللي كيمشيو كياخذوا الكره، فكتصعب عليك انك تخرج الكره بديك الطريقه. ما كاينش لاعبين الاساسيين، ما كاينش لاعب اللي عنده ديك لي كاليتي ديال انه يزعم يمشي ياخذ الكره من الحارس او لا من المدافعين، فيضطر المنتخب المغربي باش انه يشتت الكره وبالتالي كتضيع لنا. ملي المنتخب المكسيكي كيقبض الكره، ايضا نفس الرسم التكتيكي ديال المنتخب الوطني المغربي. شنو كانوا دايرين؟ كانوا كيسدوا بزوج حتى 4 ديال اللاعبين، فكيزعجوا المدافعين اللي كيبغيو يديروا البناء، لان المنتخب المكسيكي الرسم التكتيكي ديالو هو 3-5-2، فكيعتمد على البناء من الخلف. المنتخب المغربي كان ناجح في انه كيزعج هاد اللاعبين كما كتشوفوا. شوف على ضغط، وهذا الضغط بطبيعه الحال كيخلي المنتخب المكسيكي حتى هو يا اما يلعب كوري عاليين يا اما يحاول يمشي على الجوانب. وملي كيمشي على الجوانب فالمنتخب المغربي كتكون عنده زياده عدديه وبالتالي كياخذ لهم الكره، صعيب عليهم انهم يفوتوا من الجوانب. شوف هنا الضغط، شوف اللاعب كيفاش مشى عند اللاعب المكسيكي، هذا اللاعب عزلوه وبالتالي فمجرد انه غادي يشد الكره غادي يشتتها وغادي تضيع للمنتخب المكسيكي. وهذا هو الرسم التكتيكي اللي مشى به. هنا كره كانت جيده جدا، كونتر اتاك المنتخب المغربي. الحموني رفع عينه، شاف اللاعب البحراوي بسكانه، شاف اللاعب بومسعودي وبطريقه جيده مدلو الكره. اللاعب بومسعودي كانوا عنده زوج ديال الخيارات. الخيار اللي داروه انه يسدد وكان صعيب شيئا ما. خيار ثاني كان جاه الكبداني، كان ممكن انه يعطيه الكره والكبداني يرفع الكره اللاعبين اللي كانوا الحموني او اللاعب البحراوي، ولكن هو اختار انه يسدد. وحتى ملي سدد هبط عينه، فاللاعب ديال المنتخب المكسيكي فاق بشنو باغي المسعودي يدير. هنا كانت كره جيده الماجني صراحه في الهجوم وفي الدفاع كيرتقي بشكل جيد. البويلد اب ديال المنتخب المكسيكي هو كانوا غاديين. المنتخب المغربي كيتقدموا زوج المهاجمين الاولى كيبلوكيو اللاعبين 3 ديال المنتخب المكسيكي اللي كيديروا البناء. من وراهم كانوا 4 ديال اللاعبين وسط الميدان ديال المنتخب المغربي. وبنفس الطريقه فاللاعب هنا تاجوارت بطريقه جيده كيخرج وكياخذ الكره زوج ديال المرات. شوف هنا ايضا كيخرج للحارس وكياخذ الكره بطريقه جيده. تاجوارت دار اللي عليه، هو ماشي لاعب اساسي ولكن اليوم قدم كره جيده. هنا الحداد رفع كره بطريقه جيده. اللاعب الحموني كيبغي بحال هاد الكرات، كيبغي المساحات، ولكن للاسف ما لعبهاش مع اللاعب اللي عليه واحد السيركل احمر، ففضل انه يراوغ وما نجحش. الحموني كما قلت لكم بعيد شيئا مع المستوى ديالو. هنا كره من المنتخب المكسيكي بنفس الطريقه كيحاولوا يديروا البناء من الخلف. 3 ديال اللاعبين اللي في لاكس
كل شيء مغلق، وبالتالي فكيضطر باش يرفع كره. هنا اول كره كينجح المنتخب المكسيكي باش انه يفوت من الوسط، كانت خطيره جدا وتدخل رائع من ابراهيم غوميز الحارس اللي كان جيد. وهنا ماجني ما نجحش في انه يقطع كره. شوفوا معايا كيفاش ان ماجني فاتو الكره وكانت خطيره جدا. نمشيو نشوفوا لقطه اخرى. الحارس ابراهيم غوميز كيلعب بطريقه جيده بالرجل ديالو، تاجوارت مره اخرى كيخرج وكيقطع الكره وكياخذها. هذه كانت رائعه من تاجوارت. هنا المنتخب المكسيكي كذلك شد كره، كيحاول انه يدير البناء. زوج اللاعبين في هذا الرسم التكتيكي ديال المنتخب المغربي وراهم 4 كيغلقوا كل شيء. كما قلت لكم لما المنتخب المكسيكي يمشي على الجوانب فكتكون زياده عدديه للمنتخب المغربي وبالتالي كتضيع لهم الكره. هنا اختاريت هذه اللقطه قذفه قويه، ولكن ماجني صراحه طرمى على الكره ادى اللي عليه. هنا حيره ديال مدرب المنتخب المكسيكي. وايضا شوفوا معايا هذه الكره اللي اختاريتها في لي فيديو، فاللاعب محسوب صراحه غامر ورمى راسو قدام رجل اللاعب المكسيكي وخدا كره كما كتشوفوا. غامر وكان جيد اليوم محسوب. وايضا اللاعب ماجني كانوا جيدين. ماجني ايضا كيصعد وكياخذ الكره. المنتخب المكسيكي لما كان كيبني بنفس الطريقه، مره ملي كيشوف انه ما كاينش منفذ فكيلعب كواري عاليين وماجني كيقطعهم دائما. شوفوا هنا محسوب ايضا كيفاش دخل في الدفاع. صراحه المنتخب المغربي كان جيد في هاد الكواري، كان كيتقاتل. الحداد كان شويه ناقص. هنا كره اللي اختاريتها باش نقول بان ربما كان خصو يعطيهم بطاقه صفراء، وهذا هو اللي خلى سي محمد وهبي انه يحتج في نهايه الشوط الاول. هنا محسوب كيغطي بطريقه جيده 2 ديال المرات متتابعين، بطريقه جيده كيفاش محسوب كيغطي على الكره. لاعب ادى مقابله جيده جدا. بنفس الطريقه الشوط الثاني نفس الرسم التكتيكي، ملي المنتخب المغربي كيغلق على المنتخب المكسيكي فالمنتخب المكسيكي كيلعب كواري عاليين. هنا ايضا ماجني ما صعدش، دار خطه التسلل بطريقه جيده ولكن ما صعدش. المهاجم المكسيكي جا من وراه وخدا له الكره وكانت غادي تكون خطيره لولا انها كانت تسلل. المنتخب المغربي بنفس الطريقه حتى هو كان كيلعب كواري عاليين. هنا كره واحد لي ديشي بزاف، ديشي تاكسيك كانوا. هنا البحراوي كان ربما يعطيها للمعمر ولكن هو اختار انه يرفعها في الهجوم وضاعت. هنا كان خطا وكانت هذه اول بطاقه صفراء اختاريتها في التحليل ديال لي فيديو. صراحه الحكم تغاضى على تقديم البطاقه الصفراء. هنا ديشي تكنيك ايضا، كره ضايعه من المعمر. هنا كره رجعات. شوفوا معايا الحارس، هذه هي اللقطه ديال الهدف. الحارس ابراهيم غوميز اضطر باش انه يرفع كره ما تشتتش بطريقه جيده ورجعت المنتخب المكسيكي بسرعه. كره كانت يعني سهله ولكن اللاعب تاجوارت ما تصرفش بطريقه جيده واعطى ضربه جزاء مجانيه اللي تسجلات هنا عن طريق اللاعب جيلبرتو مورا، اللاعب اللي عنده فقط 16 سنه. هنا غادي نشوفوا كره ضايعه وتابعوا بنفس الطريقه، يعني المنتخب المغربي ضيع كرات. هنا كره جيده كان بامكاننا اننا نسجلوا هدف. وهنا لما هذا اللاعب رقم 6 خذ بطاقه صفراء فشفنا بانه خرج لانه ما بقاش كيركز. وهنا الدور ديال البطاقه الصفراء، داكشي علاش وهبي كان كيحتج. هنا كره جيده، تمنيت ان الحداد لو كان ما قاسهاش لانه كان باين انه في وضعيه تسلل كان ربما غادي يكون هدف من البحراوي. تابعوا الحداد كان واضح انه في وضعيه تسلل. كره اخرى من المنتخب الوطني المكسيكي وتدخل عنيف من اللاعب علي معمر من الدقيقه ربما 55 حتى الدقيقه 70 فهو فقد التركيز ديالو. هنا كانت كما كتشوفوا مخالفه وكانت خطيره جدا. هنا طريقه جيده علي معمر كيفاش انه ضغط وهو اللي طلع وشوف طلب كره بطريقه جيده مرر، ولكن لما ضاعت علي معمر كان ربما مخول المركز ديالو وكانت يعني هجمه مضاده. حتى واحد ما كوفر على علي معمر في هذا لو كوتي هذا ومشات الكره اللي الحارس دخل بطريقه جيده. هنا الا شفتوا المنتخب المكسيكي بقى كيلعب يعني بواحد الحريه كبيره. المنتخب المغربي هنا كان وهبي خصو يدير تغييرات ولكن وهبي اختار انه يخليهم شويه. هنا ايضا علي معمر كان فاقد شويه التركيز والمدرب هنا بان بانه ما عجبوش الحال. شوف كره خطيره جدا، علي معمر ضرباته الكره في اليد ديالو. بومسعود كذلك ضيع كره. مره اخرى علي معمر ارتكب خطا في نفس لو كوتي ديال الجهه اليسرى اللي هو الجهه اليمنى ديال المنتخب المغربي،
المنتخب المكسيكي لعب عليه كثير لانه شاف بان علي معمر ما كانش مركز، ومره اخرى خطا خطير اللي ربما كان غادي يشكل خطوره على المنتخب المغربي. وهنا التغييرات ديال المنتخب المغربي: خروج الياس الحداد، دخول الزبيري، دخول جسيم، كذلك خروج بومسعودي، وخروج ايضا البحراوي ودخول الزبيري. فهاد التغييرات شيئا ما حركوا المنتخب، ولكن بقات كما كنشوفوا في هذه اللقطه الجهه اليمنى ديالنا شويه كانت ضعيفه. هنا اول لقطه من الزبيري اللي كادت انها تدخل، وهنا علي معمر في الدقيقه 72 المدرب غيروا. الدخول ديال باعوف خلى ماجني هو اللي يمشي في الجهه اليمنى، وتسدد ديك الجهه اليمنى. لاحظنا بان كاين تغيير كبير، وهنا كنا غادي نضيعوا على راسنا واحد الكره اللي كانت سهله ايضا من تاجوارت. شوف كان اللاعب المكسيكي هو جبد لاعب تاجوارت، وتاجوارت بالدور ديالو جبد اللاعب المكسيكي من القميص ديالو، وربما الكره ما كانتش متوجهه لهذا اللاعب اللي سقط، والا كان الحكم يقدر يعلن على ضربه جزاء. هنا مخالفه من جسيم، وهنا بايار ارتكب خطا وبطاقه صفراء، كذلك جسيم ارتكب خطا وما كانش غادي يعطيه بطاقه صفراء، ولكن لما احتج فالحكم وجه له بطاقه صفراء. وغادي نشوفوا هنا تغيير اخر: دخول حسام الصادق وخروج تاجوارت. هنا جسيم غير دخل تسبب في زوج ديال البطاقات الصفراء اللاعبين المنتخب المكسيكي، الاولى اللي فاتت وكذلك الثانيه، زوج ديال البطاقات. وهنا شوف الطريقه كيفاش ولا كيدافع المنتخب المغربي. معما وكذلك ماجني سدوا الجهه اليمنى بطريقه جيده، هذه هي اللي كنا كنفتقدوها ملي كان بومسعودي وكذلك معمر. شوف جسيم كيفاش كيخرج بالكره، وهنا كانت محاوله خطيره جدا، بها غادي ننهي هذا لا فيديو. كره جات اللاعب الكبداني، تمريره جيده جدا، ما كانش وضعيه تسلل، واللاعب معما دخل وكادت انها تدخل. هذا هو الطابلو ولا لاجوندا ديال دور الثمن. المنتخب المغربي غادي يلعب في 10 في الشهر مع منتخب كوريا، الفائز بهم غادي يلعب مع الفائز بواحد المقابله قويه اللي غادي تلعب بين امريكا وايطاليا. وبالتالي فاحنا ان شاء الله الى دزنا من هذا الدور غادي نلعبوا مع امريكا او لا ايطاليا، تكون مقابله قويه اكيد. اللي غادي ايضا نلعبوا معاهم هما الباراغواي غادي تلعب ضد النرويج، واليابان اللي هو فريق قوي غادي يلعب ضد فرنسا. وبالتالي من هاد الربعه غادي يخرج فريق اللي ان شاء الله نتمنى ان المنتخب المغربي يواجهه في دور النصف، وكنتمنى بطبيعه الحال وكنتوقع ان المنتخب المغربي هو اللي يكون في النصف النهائي. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.